واليوم جايبت لكم وحدة من أطيب وأشهى الوصفات يلي ممكن تحضروها بتدوب بالتم. تعالوا نحضرها هسا. رح أترك لكم المقادير بالكابشن. عندي مية رح أضيف عليها السكر والخميرة، بحركهم وبتركهم لحتى يرتاحوا 5 دقايق. هون عندي الطحين مع المستكة والسكر، الحليب الباودر، البيكنج باودر، معلقة سمسم، إزحة، وكمان ينسون، والبهارات الباودر. طبعا الطحين نخلته، رح أضيف هلأ عليه الدهن، بفركهم وببسهم لمدة 5 دقايق. وبعد ما تفاعلت المية والخميرة رح أضيفها بشكل تدريجي، ورح ألم العجينة لحتى تصير معي بهذا القوام المتماسك والطري. بتركها ترتاح نص ساعة. وهلأ بحضر التمر. عندي هون تمر، سمسم، وكمان قرفة وجوزة الطيب، مع أكيد السمنة اللي تطريرنا العجوة. رح أعجنهم مع بعض كتير منيح، ورح أشكلهم بهاي الطريقة. قطعتهم ل5 أجزاء، وهلأ رح أعملهم بشكل مطاول وبيضوي. رح أنتقل للعجينة ورح أقطعها كمان ل5 أجزاء. وهلأ رح أحضر السمسم. ببايركس كبير رح أضيف سمسم محمص، ورح أضيف عليه معلقتين من المي مع معلقتين من القطر. بفركهم بإيدي كتير منيح. وهلأ رح أخذ العجينة ورح أفردها على ورقة زبدة بشكل مطاول، ورح أرتبها لحتى تصير معي بشكل مستطيل مثل يلي عم بتشوفوه. بزيل الأطراف. وهلأ رح أضيف التمر يلي حضرته، ورح ألف التمر مع العجينة وبسكر العجينة كتير منيح. ورح أنقلها على خليط السمسم وبشكلها وبقطعها بالطريقة يلي بفضلها. وعلى الفرن من تحت، وبس تجهز بحمر الوش. وصحتين وعافية.